لو انت عايز تستنسخ اي نسخة واتساب جنب المتجر لاكتر من 1000 مرة زي ما انت شايف كده، يبقى الفيديو ده يهمك. تابع الفيديو ده للاخر. Tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده طريقه استنساخ اي نسخه جنب المتجر لاكتر من 30 مره. لو انت عايز تستنسخ اي نسخه جنب المتجر لاكتر من 1000 مره زي ما انت شايف كده، يبقى الفيديو ده يهمك. تابع الفيديو ده للاخر. قبل ما نخش في الشرح بتاع الفيديو، ما تنساش تشير لينك الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا نخش في الشرح بتاع الفيديو على طول. طيب سيب لك تحت في الديسكربشن لينكين. اول لينك النسخه اللي انت تستنسخها زي ما انت شايف كده. اللينك الثاني لينك برنامج ام تي مانجر فايب، ده اللي انت بتستنسخ بيه النسخه تخليها 30 نسخه زي ما انت شايف كده. تمام؟ بعد ما انت حملت النسخه اللي هسيب لك ليها لينك تحت في الديسكربشن وحملت البرنامج ام تي مانجر فايب اللي انت هتستنسخ بيه النسخه دي اللي انت برضو حملتها. تمام؟ بعد ما انت حملت برنامج ام تي مانجر فايب وثبته ودوست عليه، هيفتح معاك بالواجهه اللي انت شايفها دي، وهتقوم دايس كانسل. تمام كده؟ طبعا النسخه اللي انت حملتها من شويه اللي انت هتستنسخها هتنزل لك في ملف اسمه الداونلود. اي نسخه، اي حاجه انت بتنزلها من اليوتيوب او من جوجل، صوره، فيديو، ملف، اي حاجه بينزل لك في ملف عندك في الجهاز اسمه الداونلود. هتقوم دايس كده هتلاقي النسخه نزلت هنا. طيب احنا دلوقتي عايزين نخش في الشغل على طول. احنا دلوقتي عايزين نستنسخ النسخه دي لاكتر من 30 مره. هنعمل ايه؟ هتقوم دايس عليها كده وتقوم دايس على فاكشن وتقوم دايس على اي بي كي كلاون وتقوم مفعل الزرار ده، واوتو سيجن ده هيكون متفعل. ده الباكج نيم او حزمه النسخه. ما ينفعش نسختين عندك على الجهاز يكونوا بحزمه واحده. لو انت عملت حزمتين، لو انت عملت قصدي نسختين بحزمه واحده، هيجي لك حاجه من الاثنين: يا مثلا التطبيق ليس مثبتا، يا مثلا هتتثبت فيها، انت كده ما استنسختهاش. فاحنا لازم نخلي كل نسخه احنا هنستنسخها بباكج نيم مختلف. تمام؟ هنعملها مثلا هتزود حرف، هتقلل حرف، هتحط رقم. تمام؟ وبعد ما انت غيرت الباكج نيم ده هتقوم دايس على اوك. كده انت بتستنسخها. وزي ما قلت لك ما ينفعش نسختين يكونوا بحزمه واحده. هيجي لك حاجه من الاثنين: يا اما التطبيق ليس مثبتا مش هتتثبت معاك، يا اما هتتثبت على النسخه القديمه، يبقى انت كده ما استنسختهاش، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. زي ما انت شايف احنا كده استنسخنا نسخه. تمام؟ لو انت عايز تستنسخ نسخه تانية، تعمل نسخه تانية، هتقوم دايس عليها تاني. المره دي هتدوس على اللي تحت. كل ما تستنسخ نسخه هتدوس على اخر واحده اللي انت لسه عاملها. تمام؟ هتقوم دايس كده وتقوم دايس على فاكشن وتقوم دايس على اي بي كي كلاون وتقوم مفعل الزرار ده وتغير في الباكج نيم. هتقلل حرف، هتزود حرف، هتكتب مثلا رقم. لازم الباكج نيم يكون غير الحزمه اللي فوقيه وتقوم دايس اوك. Видать, в ментовках закончились ластики, чтоб наши делишки почистить, бля. Нас видно в бокс. اهو زي ما انت شايف انت كده استنسختها تاني. هشرح لك لاخر مره احنا بنستنسخ النسخه ازاي. تمام؟ هتدوس على اللي تحت اخر حاجه انت استنسختها. ما ينفعش تستنسخ من فوق، هتستنسخ من تحت. هتدوس على النسخه اللي انت عايز تعمل منها نسخه تانيه وتقوم دايس على فاكشن على اي بي كي كلاون. هتفعل الزرار ده واوتو سيجن اكيد هيكون متفعل. وهتغير في الحزمه دي باكج نيم. ما ينفعش يكون بنفس الحزمه اللي فوق. لو عملت الباكج نيم هو لما تيجي تثبتها الجديده اللي انت استنسختها هيقول لك حاجه من الاثنين: يا مثلا التطبيق ليس مثبتا، يا مثلا هتتثبت على النسخه اللي انت لسه عاملها من شويه. تمام؟ يبقى انت عملت حاجه ما استنسختش. هنغير في ده، هنمسح حرفين مثلا ونكتب اي حاجه، وزود ارقام عادي، زود حرف، قلل حرف، اكتب رقم، بس ما ينفعش يكون نفس الباكج نيم. ما ينفعش نسختين يبقوا بنفس الحزمه، مش هتتثبت. تمام؟ بعد ما انت غيرت في الباكج نيم اللي هي حزمه النسخه هتقوم دايس اوك. هتستنسخ واحده تانية تحت دلوقتي.
اهو احنا كده هنستنسخها تحت، هتظهر تحت دلوقتي زي ما انت شايف استنسخناها تحت. برضه اوريك صوره توضيحيه. شايف النسخ دي كلها، كل النسخ دي بحزم مختلفة عن بعض، يعني كل نسخة من دي بحزمة مختلفة عن دي، يعني دي غير دي غير دي غير دي كده زي ما انت شايف. ولما تدوس على اي نسخة منهم هتفتح معاك بواجهة تسجيل عادي وهتخش بالرقم، ممكن تعمل عليها 1000 رقم فيك. استنسخها بقى على قد ما تقدر. تعالى برضه اوريك النسخ اللي عندي بره اللي هي دي حزامها عاملة ازاي من جوه، الحزمة بتاعتها عاملة ازاي من جوه، هتلاقيها كلها بحزم مختلفة زي ما انت شايف. الحزمة دي غير الحزمة دي غير الحزمة دي زي ما انت شايف كده. ما ينفعش حزمة نسخة او الباكج نيم بتاعها يكون شبه التانية. لو اتنين شبه بعض هيجيب لك حاجة من الاتنين، يا اما التطبيق ليس مثبتا يا اما هتتثبت على اللي فوقيها، هتتثبت على فوق واحدة، فانت كده ما استنسختهاش. زي ما انت شايف كل واحده بحزمه مختلفه. تعال اشرح لك بسرعه احنا عملنا ايه. سايب لك تحت في الديسكريبشن لينكين، لينك النسخه اللي انت هتستنسخها دي تمام، وسايب لك اللينك التاني لينك برنامج ايميتي مانجر فايب اللي هو اللي بيستنسخ النسخ تمام. بعد ما انت حملت النسخه وحملت البرنامج هتخش على البرنامج كده هيفتح معاك بواجهه هيقول لك كنسل او اوك، هتقوم دايس كنسل وتقوم تطلع فوق شويه. النسخه اللي انت لسه منزلها اللي سايب لك ليها تحت اللينك في الديسكريبشن هتلاقي نزلت في ملف اسمه الداونلود تمام، هتلاقيها هنا. بعد كده عايز تستنسخها هتقوم دايس عليها مره كده وتقوم دايس على فاكشن وتقوم دايس على ايبك كلاون اللي هي الثانيه وتقوم مفعل الزرار ده وهتخلي حزمتها مختلفه عن اللي قبليها تمام. ولو انت عايز تستنسخ تاني هتبدا من تحت. بس كده احلى اخوات في الدنيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا سلام. Man down, you ain't really bad. Pat down, I don't give a fuck right now.